ازيكم؟ يلا بينا سريعا نعمل شويه فطاير او شويه مناقيش بحشوه الجبنه بعجينه بسيطه جدا، يعني شويه دقيق وميه. هتعملوا احلى عجينه بجد، طريه جدا كده زي ما انتم شايفين. يا سلام بقى جنب كوبايه شاي كده وقت العصريه، جنب كوبايه شاي بلبن الصبح، في عشوه حلوه يعني تنفع معانا في كل الاوقات. اول حاجه هنجهزها هنا كوبايه ميه على لبن، يعني الكوبايه دي نصها ميه والنص التاني لبن. معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، وكمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. زيت الزيتون يا جماعه بيدي للمعجنات، بيديها طراوه حلوه جدا. هم عندنا زيت زيتون، ممكن يستبدلوا باي نوع زيت نباتي بس يكون نضيف. وهنضيف هنا 500 جرام من الدقيق بما يعادل نص كيلو من الدقيق، معلقه من بيكنج باودر، وكمان رشه كده بسيطه من الملح. وهنقلب حلو جدا الدقيق، يعني مش هنعجن اقل من 10 دقايق. انا هنا حسيت ان العجينه عايزه كميه ميه كمان، فضفت لها نص كوبايه ميه. يعني نص كيلو دقيق خدت معايا كوبايه ونص من الميه، وعلى حسب طبعا نوع الدقيق اللي عندكم، لان كل نوع دقيق بياخد ميه مختلفه. يعني ممكن نوع دقيق تاني ياخد كوبايه لكوبايه وربع، ممكن نوع تاني ياخد كوبايه ونص. هنا عجنت لمدة 10 دقايق. بعد كده هندهن بقى البولة كده حلو بالزيت، وندهن وشها زيت ونغطيها ونسيبها بقى تختمر براحتها لحد لما العجينة تختمر. هنشوف بقى حشوة الجبنة. هنا كان عندي جبنة قريش ومعلقة صغيرة من الجبنة القديمة، بتدي يا جماعة طعم حلو جدا للمعجنات، بجد بتفرق جدا في الطعم. وهنجيب كمان معلقتين كبار من الجبنة الكريمي، لو ما عندناش ممكن نستغنى عنها. انا كان عندي فضفتي معلقتين، لكن لو ما عندناش مش مهم خالص. وهنا هنضيف، كان عندي برضو كام قطعة كده من المشروم، قطعتهم صغير وضفتهم على الجبنة. وكان عندي فلفل الوان، يعني ممكن اي نوع خضار تضيفوه للجبنة. لو بتحبوا جبن بس ممكن تستغنوا عن الخضار برضو وتخلوها جبن بس. لو عندكم جبنة ممكن رومي، جبنة شيدر، لو اي نوع جبنة عندكم. معلقة صغيرة من الزعتر المجفف المطحون، وكمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون، علشان نعرف كده نقلب الجبنة وتكون كده تختلط معانا بسهولة. هنقلبها بقى كده هنا حلو. هنا كده العجينه تمام اختمرت معانا. هنديها بقى كده البوكس المتين. ولازم يا جماعه العجينه لما تختمر، اي نوع عجينه في الدنيا لازم لما تختمر نطلع منها الهواء كويس جدا، عشان ما تكونش كده، ما تسيبش فراغات من جوه، وتكون كده العجينه مظبوطه. فلازم ان احنا نطلع منها الهواء. بس هنجيبها بقى كده، انا هقسمها وهنعملها كور ونسيبها ترتاح شويه عشان نعرف نشكلها بسهوله. بس انا خلصت كده الكميه كلها اللي عندي. هنجيب بقى كده كوره كوره، وهنجيب طبعا صاج لازم ندهنه بشويه كده زيت صغيرين. واي عجينه يا جماعه واحنا بنشكلها لازم نغطيها عشان ما تعملش قشره من فوق وعشان ما تنشفش معانا. هنجيب بقى كوره كده وهنشكلها على شكل بيضاوي زي ما انتم شايفين. وهنجيب شويه جبنه موتزاريلا نحطها اول حاجه من تحت، لازم نحطها من تحت، هقول لكم ليه في الاخر. بعد كده هنجيب معلقتين كبار من الجبنه اللي احنا حضرناها والخضار، هنحط برضو على الجبنه الموتزاريلا وهنقفلها بقى كده كويس جدا. بعد بقى ما قفلناها هنقلبها الناحيه التانية. بعد كده هنفتحها كده من فوق علشان الجبنه الموتزاريلا، عشان كده قلت لكم حطوها من تحت عشان في الاخر هي اللي تسيح من فوق وتدينا نتيجه حلوه، ويكون كمان شكلها حلو في الاخر. هنجيب بقى، انا كده شكلت كله، يعني عملت الحشوه كلها في العجينه. هنجيب بيض ونحط يعني شويه صغيره جدا من الفلفل الاسود عشان لو في اي زفاره ولا حاجه. وبعد كده بقى ندهن فيه الاجزاء اللي انتوا شايفينها، وشويه بقى حبه البركه، شويه سمسم، لو عايزينها ساده تمام، يعني زي ما تحبوا طبعا في الخطوه ديت. واكون قبلها محضرين الفرن على درجه حراره 180. هنسيبها من 12 لربع ساعه، من 12 ل 15 دقيقه هنسيبها في الفرن. وبعد كده هنشغل من تحت بس مش هنشغل الشوايه، هي اوريدي الجبنه هتسيح وهتاخد لون حلو جدا. بصوا يا جماعه شكلها بجد خطير، طريه جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه طعمها حلو. ممكن بقى لو انتم مثلا في الاجازه بقى او في الصيف بتخرجوا، ممكن تعملوها تحطها في العلبه كده لو خارجين خروجه حلوه. ممكن مثلا لو قاعدين في حديقه او كده، او ممكن مثلا الصبح زي ما قلنا مع كوبايه شاي بلبن، بجد في كل الاوقات طعمها حلو جدا. يلا قوموا بقى كده املوا البيت خير بشويه دقيق وميه، اعملوا احلى فطاير. اشوفكم في فيديو جديد، ومتنسوش بقى تعملوا لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.